أي حد طالع رحلة سيوة لازم بيزور عيون كليوباترا. عيون كليوباترا من الأماكن المشهورة جدا في سيوة، وكل الناس بتروح هناك، ولو الجو كويس ناس كتير جدا بتنزل تعوم في عيون كليوباترا. فاحنا النهاردة هنروح عيون كليوباترا ونشوف ممكن نلاقي ايه تحت المية في العيون، وأوريكم كمان العين من تحت بيبقى شكلها عامل ازاي. ده السلم بتاع كليوباترا عشان تنزل منه، تقدر طبعا تعوم في العين كلها. النضاره اللي أنا لقيتها موجوده هنا تقريبا، فانا غالبا هسيبها مع كافيه هنا لو هي بتاعت حد فيقدر يجي يسال عليها عشان ياخدها، لان هي نضاره نظر، فاكيد يمكن هو مش شايف دلوقتي او روح من غيرها. ده اللي انا لقيته النهارده في عين كليوباترا. طبعا العين عميقه شويه، ولكن جبنا دي كانت موجوده حرفيا مدفونه. نبدأ بقى ينضفوا المية كده، خوص وحبل، وينضفوا دي النضارة اللي أنا لقيتها تحت المية النهاردة في عين كليوباترا. فأنا هسيبها معايا لو بتاعت حد يقدر يكلمني عشان ياخدها، بس هي بقالها فترة كبيرة قوي تحت، فأكيد لو هي بتاعت حد يعني خلاص هو أكيد ساب سيوة، فيتواصل معايا وأنا هبعتها له أكيد. بس فدي كانت النتيجة من فيديو النهاردة. بعد ما خلصنا بقى لقينا راجل طيب هيوصلنا ببلاش لحد السوق، حلو جدا الحمد لله. بجد الناس اهل سيوة ناس كرمة جدا، وبجد انا حابب قوي سيوة. فطبعا يعني لو انت ناوي تيجي لازم تيجي سيوة. سيوة حلوة ولازم تجرب الحاجات اللي انا جربتها. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.